والمقابلة هذه ارتبط مسيرها بخطي وسط الميدان. السيطرة كانت الترجي واضحة، فكل من بواب طارق معلول وبن محمود كانوا متفوقين على بن فرحات، حاج علي بالحولة والعواد نظرا لاندفاعهم البدني، وكانوا دائما أولين على الكرة. هذه فرصة بسام زريدي، لكن حارس كمال بن قدحة يقتنص الكرة، وفريد بالحولة اللي يعود لأول مرة في الموسم هذايا في صالح الملعب في فريق الملعب التونسي باش تكون له الكلمة في تسجيل الهدف الأول للمقابلة ولصالح الملعب التونسي. هذه انطلاق العملية. الكرة باش ياخوها بن فرحات، ويمر فريد بالحولة اللي قصة مباشرة يغالط الحارس شوشان. إذا دخول بالحولة اليوم، لكن كان هناك غياب بارز هو غياب عبد القادر الركباوي، بينما في صفوف الترجي عودة كل من بن يحيى وبسام زريدي كانت عند نتيجتها. إذا فريد بالحولة يقذف ويسجل الهدف الأول، لكن فريد بالحولة كذلك باش يكون مصدر التعديل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، أثر تمريرة مخطئة لفدو باش شاهدوها بعد حين. هذه انطلاقة عملية، فريد بالحولة يرجع إلى المرمى، تمريرة مخطئة، فدو يراوغ والحارس بن قدحة يتعرض له وضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. طارق باش ينفذها، شاهدوا كيفاش بن قدحة يتبعها، لكن الكرة كانت قوية وفي مكانها. من بعد الهدف هذايا الترجي الرياضي باش يضيف هدف ثاني عن طريق طارق. الهدف الثاني لطارق في المقابلة هذه، الأربع أهداف قسمهم طارق ومعلول. شاهدوا تمريرة بواب، تمريرة فدو تمريرة طارق، ترويج كرة رائع وهدف جميل جدا. نعود نشاهدوا الهدف هذا بالطريقة البطيئة. شاهدوا بالخصوص ترويج الكرة من طرف طارق كيفاش دار في مناطق 18 متر، وشاهدوا كذلك معايا الحارس كمال بن قدحة كيفاش باش يتعثر شوي يزلق نوعا ما، لكن الكرة كانت في مكان في الزاوية الخالية. إذا في الشوط الثاني هجوم للملعب التونسي، وقصة جاي العوادي ترجع تعود لسيد الترجي الرياضي التونسي، وإثر الهجوم هذا الهدف الثالث لصالح الترجي، وقصة باش شاهدوها جميلة على الطاير من طرف نبيل معلول. شاهدوا على الطاير، والهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي. وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي اليوم تحرك كما ينبغي، مول الهجوم عناصر الهجوم بعدة كرات اللي ما ضيعوش ياسر منهم وسجلوا 4 أهداف. إعادة لهدف نبيل معلول، وبعد هدف نبيل معلول كان بإمكان بسام زريدي كذلك باش يضيف هدف، لكن كورته كما تشاهدون على العظمة تكون عالية. هذه محاولة الترجي الرياضي التونسي والفرصة اللي أهدرها بسام زريدي. شاهدوا كيفاش بسام زريدي في 18 متر، كرة عالية. جلال العوادي كذلك يحاول يقف من بعيد، لكن كورته تمر جانبية. والهدف الرابع لصالح الترجي الرياضي التونسي. بواب يلمس الكرة بيده أم لا، لكن خالد علوش هنا شاهدوا مع بعضنا بالصور البطيئة يقعد يتحدث مع الحكم، فهو يلعب الكرة قاعد يتحدث مع الحكم، كان بإمكانه يلعب الكرة قبل مادام الحكم ما زفرش، مادام نلعب الكرة. إذا اللقطة هذه كذلك نشوفوها في مجر أحد الرياضي. إذا 4 أهداف لهدف لصالح الترجي الرياضي التونسي، وهجوم